السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواتي احبائي متابعي قناة محمود الصادق من المانيا. انا عارف ان انا مقصر معاكم، كنت اتكلمت معاكم ان احنا هنعمل سلسلة فيديوهات ازاي دخلت المانيا وازاي جيت المانيا. انا حابب اذكركم بس باللي حصل. احنا كنا فعلا بدأنا الفيديوهات، ولكن انشغلنا في حاجات تانية مختلفة. احنا كنا وصلنا مع بعض في الفلوج الثالث ان انا اوراقي وصلت عند المحامية ومع مصلحة الأجانب عشان آخد أول إقامة هنا قانونية في ألمانيا. كنت اديتهم طبعا الباسبور، كل الأوراق الخاصة تبعي بتاعتي، أوراق الخاصة، جواز السفر المصري، أوراق بنتي، الاعتراف، شهادة الاعتراف في الأبوة بتاع بنتي. كل الأوراق بقت عند المحامية. كنا حكينا طبعا إن إحنا في 2015 بدأ السوريين يجوا ألمانيا. كنت قدمت اوراقي في 2016 عشان بنتي انولدت في اخر 2015 زي ما حكيت لكم في الفيديوهات اللي فاتت. و... ومشينا كل الاجراءات، كل الاوراق المطلوبه مني وديتها لمصلحه الاجانب. كانوا بيجددوا لي يعني اسبوعين يعني شهر. بدن الاوراق عندهم اسبوعين وبيرجع لي اسبوعين وارجع لهم تاني كل مره. فكانوا طبعا طالبين مني ان انا اشتغل. حكيت لكم كمان ان انا اشتغلت مع شخص مصري في مدينة كاسل هنا في ألمانيا. الشخص دوت للأسف كان عنده مشاكل، طبعا ما كانش صريح معايا. خدعني ان انا ما كانش بيطلع لي اي اوراق قانونية ان انا اسلمها لمصلحة الاجانب. كنا ماشيين مع المحامية كانت دايما بتطمني الاوراق كلها يا باشا تمام. وحصلت المفاجأة بعد فترة من الزمن، رفضوا طلب حصولي على الإقامة هنا في ألمانيا. وانت خلاص مادام طلبك مرفوض يبقى انت لازم تترحل على بلدك. جاني القرار يوم الجمعة بالمساء، طبعا كان السبت والحد اجازة. اتصلت على المحامية يوم الاثنين، قالت لي الامور كلها تمام. عملت ميعاد، ما قالت ليش تمام، قالت لي نعمل ميعاد. عملت ميعاد يوم الجمعة، هم اجوا يوم الاربع بالمساء اخذوني على الحبس. اخذوني الاول من البيت الساعة 3 الفجر. حطوني هنا في المركز، هنا في المدينة اللي أنا ساكن فيها في مركز الشرطة. الساعة 7 أخدوني على المحكمة. المحكمة رفضت القرار، قالت لي لازم تترحل، احنا هنرجعك على بلدك. أوبلا، مفاجأة كبيرة غير متوقعة. أخدوني وأخدوا كل أوراقي. الشرطة أخدتني من هنا بعيدة، المكان بعيد عن بلدي اللي أنا ساكن فيها 6 ساعات، يعني 12 ساعة رايح جاي. مفيش أي مشكلة، خلاص أنا رحت الحبس، حبس انفرادي كامل لمدة 17 يوم. في اليوم ال 18 طلع قرار ان انا اخرج من المحكمة. ما بين هنا وهنا طبعا زوجتي حاولت بكل الطرق ان هي ترفع محامين وتعمل محامين وتروح هنا مصلحة الاطفال اللي هو اليوجنت امت اسمه كده، رعاية القصر. حاولت بكل الطرق مفيش، حتى ان هي راحت للمحامية نفسها سألتها. كان طبعا عن طريق التواصل كمان عملنا توكيل لمحامي هنا عن طريق زوجتي. عملوا توكيل لمحامي هنا، المحامي بدأ يتواصل مع المحامية الأصلية بتاعت القضية بتاعتي، يقول لها احنا عايزين نشتغل مع بعض. قالت له لا، انا مش هعمل له اعتراض على الحكم من غير ما يدفع فلوس. طبعا انا كنت طبعا على التليفون مع زوجتي على طول بنتكلم في التليفون. كلمتها قالت لي محمود بيقولوا كذا. قلت لها خدي 500 يورو روحي للمحامية اديهم لها البيت. الكلام ده لمدة 17 يوم وانت في حبس انفرادي. عجلك هيشد، بنتك هنا هيرحلوك على مصر. الحياة وقفت. يشاء العلي القدير. ربنا وفقني وقلت لها ودي لها 500 يورو. راحت لها البيت الساعة 7، كانت قاعدة قدام البيت. قالت لها ادي انا قالت لها انت جايه ليه؟ انا عندي شغل. قالت لها لا انا عايزه اديك فلوس. هي ادتها الفلوس اليوم. عملت اعتراض يوم الاثنين بفضل الله تعالى، خرجت من الحبس ورجعت البيت لاهلي.
بداية حياة جديدة، بداية مرحلة جديدة، بداية ان الواحد ياخد نفسه، خلاص ما عادش فيه ترحيل. طبعا هي عملت اعتراض للمحكمة العليا هنا في المدينة اللي احنا ساكنين فيها، فالمحكمة العليا قالت لها 1 2 3 4 لا، هو مش هيترحل لان هو عنده بنت هنا. اوقفوا الترحيل، وهنا كانت حياة جديدة، فصل جديد بكل الطرق. رجعت البيت بفضل الله. انا رجعت البيت من هنا والحمد لله رب العالمين، مع توفيق رب العالمين طبعا. قلت لهم طبعا هاخد الاقامه ازاي؟ قالوا لي لازم تشتغل. عايز اشتغل، يلا عايز اشتغل هنا يلا نروح نشتغل. طبعا بعد الموضوع دوت الاخ المصري لغيته من حياتي. قلت له الله معك، ليه فصل جديد في حكايتي. ولكن لغايه النقطه ديت انا خرجت من الحبس، ان انا ما عادش فيه ترحيل. الاول هيوقف الترحيل ولكن برضه لسه ما فيش اقامه. قعدت ابحث على شغل هنا وهنا، ما لقيتش. قالوا لي لازم تشتغل. قلت لهم طب المطلوب كام؟ قالوا لي لازم انت تشوف وتشتغل. المهم اشتغلت. اول ما طلعت من الحبس على طول غيرت المحامي، لان المحاميه هي ضللتني للاسف. انت ممكن تقعد مع محاميه ان هي بتنومك وتاخد فلوس، بتنومك وتاخد فلوس، وديت اختيار المحامي شيء مهم جدا 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 في القضايا دي. غيرت المحامي. كان في محامي كان زوجتي هو اللي كان ماسك قضيتها ايام ما اجت هنا في اللجوء، محامي روعه. خدت منه ميعاد، رحت له مره واحده، اتكلمنا مع بعض مره واحده. انا شفت المحامي دوت مره واحده. قلت له ايه المطلوب مني؟ انا قضيتي 1 2 3 4، الملف بتاعي 1 2 3 4. اديته الاوراق، قال لي اديني الاقامه، اديني اللي هو يعني اللي هو زي بطاقه التعريف هنا، مش اقامه، مش اقامه. انا لغايه دلوقتي لسه مش مقيم قانوني في المانيا. المفاجاه ان انا هنا لسه مش مقيم قانوني. رحت له قال لي انت قدامك حلين، ان انت تشتغل، مش عايز منك اكتر من ان انت تشتغل. الكلام ده كان في 17/6/2017، انا فاكر التاريخ. قال لي خلال 6 شهور اشتغل 6 شهور والاقامه بتاعتك هتكون عندك. في الوقت دوت انا كنت بشتغل، بيجيني اشتغلت في مطعم اسمها بيتزارية، يعني مطعم بيتزا وكده. انا اشتغلت وربنا وفقني واللهم لك الحمد. كان في بيطلع الاوراق وابعتها للمحامي واروح اوديها لمصلحه الاجانب هنا كمان تاكيد. كل ما اروح اسالهم يقولوا لي لسه، احنا عايزين صيغه للقرار، عايزين نلاقي لك قرار عشان نديك اقامه عليه. يا جماعه يهديكوا يرضيكوا. قالت لي انا اسفه. على فكره الموظفه ديت محترمه جدا. انا كنت تعبت نفسيا من الموضوع. هي كان عندها بنت في تقريبا سن بنتي، فانا قلت لها يعني انا عندي بنت زي بنتي وانا مخلص كذا وعملت كذا وشغال، انا مخلص خدمه اجتماعيه وبحثت على الانترنت. قالت انت تخصصك مطلوب جدا هنا في المانيا، احنا محتاجينك تشتغل معانا. المهم قلت لها طيب ما انا عايز اقامه عشان اشتغل، لازم اعدل الشهاده والمراحل دي هتيجي ان شاء الله في فيديو جديد. ولكن انا بكلمكم بس على اللي حصل كحاله في الوقت دوت. المهم عدت 6 شهور، 6 شهور بالظبط كان هو بيضغط عليهم بكل قوه. المحامي دوت روعه. انا اتفقت معاه على 500 يورو، كنت بحول له 50 يورو كل شهر، كل شهر 50 يورو. يوم 1/2/2018 من 17/7 ل 1/2/2018 1/2/2018 اتصل عليا قال لي محمود مبروك، انت هتاخد الاقامه، ميعادك في مصلحه الاجانب يوم كذا، ان انت تروح تستلم اقامتك من هناك. وقبل ما يعني سبحان الله، ويوم 1/2/2018 انا جالي رفض من الشغل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولغايه هنا انا عايز اختم معاكم الفيديو دوت على النقطه ديت، انني 1/2/2018 كان موعد البصمه عشان استلم اقامتي في المانيا. 1/2 التاريخ دوت تذكروه كويس. في رعايه الله وامنه. نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه. السلام عليكم. لا تنسونا بالدعاء والصلاه على رسول الله والاشتراك بالقناه.